ايه الحكمه الغلط دي؟ طب انا اروح اشوف الشغل بقى. الشغل؟ مش عارف انا ايه حبك في سن المعاشات ده يا هيما. كنت اشغلك بقى في دار الامل بدل الكباريه ده. اتدلع يا هيما. انت منورانا على فكره. تمام. الو. مساء الخير يا ابله. مساء النور يا سوكا. طمنيني عليك، انت عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. بقول لك يا ابله، انا ربنا كرمني واشتغلت على عربيه كبداكي، ومش عايز اقول لك بقى القشه معدن والحمد لله. طب كويس يا سوكا، ربنا معاك. بقول لك يا ابله، وشويه كده ان شاء الله وهجيب امي ونيجي لاخوك الاستاذ فواز. ان شاء الله يا سوكا. بقول لك وانا ممكن اطلب من حضرتك حاجه بس بعد اذنك؟ ممكن يعني اكلمك من حين للاخر؟ معلش يا سوكا مش هينفع، خلينا كده احسن لحد ما تعرف تيجي الفواز. حتى يا ابله مستخسره فيا المكالمه يا ابله. معلش يا سوكا عشان خاطري. ماشي يا ابله، انا اسف يا ابله اني كلمتك. سلام يا ابله. مع السلامه يا سوكا. انا هاخد قميصين النوم دول وهديكي 20 جنيه والباقي على 6 شهور، بس انت تستاهلي معانا شويه. 6 شهور ايه؟ احنا قلنا القسط على شهرين وقطعه واحده بس، هي واحده. طب اسمعي، ما تسمعيش كلام النسوان دول ياكلوا مال النبي. انت جايه تتنصحي علينا ولا ايه يا ست سندس؟ يا اختي وما تنصحش ليه؟ عايزه تلبسي المشخلع والملمع وما تدفعيش. السلام عليكم. امشي. التليفون بيرن. خدي ردي. يا حلاوه يا ولاد. يا بابي. هايدي يا حبيبتي، طمنيني يا روحي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. يعني هكون عامله ايه؟ هايدي وبعدين امسكي نفسك بقى، اجمدي. ظروف اتحطينا فيها لازم نستحملها. ما انا مستحمله، يعني هو انا قدامي حاجه تانية اعملها؟ يا اختي احمدي ربنا، قولي الحمد لله. غيرك مش لاقي لقمه ولا هدمه يلبسها. انا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي اهو، وبيقول له انه عاوز يودي الورق للمحامي الكبير اللي هو يعرفه، ونعمل له توكيل بتاريخ قديم. قول لها ده متخصص في قضايا الاموال العامه. شت. انا بسالك رايك انت يا حبيبتي، خصوصا بعد ما تاكدنا ان نادر ده ملوش اي علاقه بالراجل الجبان ابو نجوان ده. المهم، ما عرفتوش ايه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟ ما رضيش يفتح بقه من غير ما ياخد فلوس، فانا يعني قلت نستنى شويه لحد ما نشوف المحامي الجديد ده هيقول ايه. فانا قلت ناخد رايك الاول، ايه رايك نروح له؟ وانا مش عرفني يا بابي، والله العظيم انا مش عارفه. انت شوف ايه الصح واعمله، والمهم تخرجني من الكابوس ده باي شكل. حاضر يا حبيبتي، المهم بس انت خلي بالك من نفسك. حاضر يا بابي، باي باي. خلاص ما تكتبهوليش كله، اكتب لي نص البيت. هو انا صبري معاك طولة السنين دي كلها يعني ملوش تمن؟ الله، واحدة غيري كانت راحت عملت لك قضية خلع واتجوزت عيل صغير في سنها يجيب لها العيل اللي بتتمناه من الدنيا. تمن ايه يا ست نورة واللي انت عايزاه؟ وانا مأجرك من شارع الهرم عشان تقولي لي تمن؟ ما انت متجوزة ومتستتة واكلة شاربة نايمة وعاملة نفسك السفيرة عزيزة قدام نسوان الحتة كلها. ايه اللي جننك بقى وخلاك تقولي اكتب لي وما تكتبليش؟ الله، واشمعنى يعني كنت هتكتبه للبت الواقعة؟ ولا مني يعني بنت اصول وما اشرطتش عليك اول ما اتجوزنا؟ ولا انا اكبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف على الجاهز؟ من الاخر يا ست نوال، انا مش هكتب لك بلاطه من الشقه. عيشي بقى وما تخربيش على نفسك. انا نازل اشوف شغلي بدل المرار اللي انت معيشانا فيه ليل ونهار. اعوذ بالله. بقى كده يا سلومة؟ ماشي، يا انا يا انت. صباح الفل يا ابو السوق يا عندليب، صباح العسل. اصحى يا منطقه، شاعر مصر اهو، الوراق، امبابه، كيت كات، منوره نجم. بقول لك ايه، انا اول مره اشوفك واقف مكان كبداكي. اكل العيش بقى يا نجم، انما قول لي انت مختفي فين يعني؟ مشاغل بقى. بقول لك ايه، اظرفني نص سجق ونص كبده. انما قول لي قبل السجق والكبده كده، اخبار الفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص، بقيت شغال مندوب مبيعات في شركه منظفات، بلف على البيوت ابيع منظفات وبكسب اكتر. عايز اكل، اخلص. اقول لك حاجه، نظافه برضو. بقول لك يا نجم، ما ترجع تاني الملاعب يا نجم ونعمل دويتو انا وانت يا استاذ. انت تكتب يا استاذ وانا الحن واغني. قلت يا عم دويتو انا ايه؟ قلت لك ما بياكلش عيش، اظرف لي سندوتشات. اقول لك حاجه، ادي العيش اهو. بص يا استاذ،
انت تكتب كوبليه يا استاذ، تظرفني الكوبليه، أيوة. اديك واحد سجق، أيوة. تديني بقيه الاغنيه، أيوة. اديك واحد كبده. قلت ايه يا استاذ؟ يا عم لاجل النبي، هو حتى الشعر بقى كمان مقابل الغذاء، اظرفني واخلص. اوه يا استاذ، استنى. الو، صباح الخير يا سوكا. صباح الخير يا ابله، وحشاني يا ابله. سوكا انا محتاجه لك في خدمه. اموريني يا ابله. الحاجه انتصار تعبانه قوي وانا محتاجه اروح لها البيت اطمن عليها، بس جوزها راجل ناقص قوي وطردني المره اللي فاتت، وانا مضيت لها التقرير من المستشفى بس هو محتاج يتمضي من الوزاره. ده انا تحت امرك، ده انت تأمريني. انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوا. طب بقول لك ايه، معدي عليكي في المستشفى ونروح انا وانتي. لا يا سوكا مش هينفع، وانا لولا محتاجه لك ما كنتش كلمتك. ماشي يا ابله، ثواني واجيلك يا ابله. جود باي. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنة السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده، الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو تمن شحنة السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. هذا طبيعي، سبحان الله في طبع. انا هسلمك الشحنة سليمة، خلاص يبقى انا انتهى دوري. ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله، ما ترد يا شيخ جاسم. لا اسمع يا اخ مروان، مو معقولة انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنة واتحمل نقل الشحنة بعد وادفع زيادة؟ لا هذا وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنة هنا، لا بيعها هنا. يا يبا هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير وايد. حتى اسال الست نجوان، انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارفه اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطري بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. ايش فيك سكت يا مروان؟ ما تتكلم، قول حاجه. لا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني، دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك كنا ضحكنا عليه. ها؟ مالك؟ ابدا ماليش. من ساعة ما جينا ما بتتكلمش تقريبا. يمكن ما فيش حاجه اقولها. هو انت لسه بتفكر في نجوان يا نادر؟ للاسف في حاجات ما ينفعش ما نفكرش فيها. زعلان عليها؟ زعلان من نفسي ان انا زعلان عليها. سيبك مني يا ساره. على فكره بقى، انت ما قلتليش اي حاجه عن نفسك. هتكرهني لو عرفتني. ليه بتقولي كده يا ساره؟ على فكره انا ما بحبكيش عشان اكرهك. وبعدين انا اتعلمت من شغلي ان انا ما اخدش موقف من الانسان اللي قدامي علشان اعرف اتعامل مع القضيه بتاعته بحياد. انا بابا وماما طول عمرهم برا مصر، 2 دكاترة كبار نقلوا في كل بلد شوية، وطبعا معاهم فلوس كتير، فمفيش حد فيهم فاضيلي ولا فاضي يعرف حاجة عني أصلا. رجعت قعدت في الفيلا بتاعتنا 3 سنين لوحدي يا نادر. يا حبيت ابن خالتي وحبني، كنا هنتجوز لحد ما جت واحدة صاحبتي خلتني أجرب الكوكايين. حبيته وما اعتبرتوش إدمان، يعني اعتبرته حاجة حلوة، وقلت ايه المشكلة بدل ما معايا فلوس طول الوقت، زي اللي بيشربوا سجاير كده. طبعا ابن خالتك اول ما عرف مسابك. يا ريت كان سابني. من كتر ما كان بيحبني كان بيحب يشاركني في كل حاجة أنا بعملها، لدرجة إنه كان بيضرب حاجات أنا نفسي معرفش حاجة عنها. يا دي النيلة، يعني أدمن هو كمان؟ للأسف كنا قاعدين مرة في الشقة اللي هنتجوز فيها معرفش كان ضارب ايه ولا عامل ايه، وزود شوية وفجأة لقيته ميت في حضني. اوبس، عملتي ايه؟
مسحت أي أثر ممكن يكون ليا في البيت ونزلت جري. طبعا خالتي وجوزها كلموني ومبقتش عارفة أقول لهم إيه. قلت لهم ما شفتوش ولا أعرف حاجة عنه. المهم بعد أسبوع الجيران شموا ريحته، طلعوا كسروا البيت مع البوليس، اكتشفوا إنه ميت أوفر دوز. يا ساتر. ولحد النهارده مفيش أي حد يعرف إن أنا اللي كنت معايا نادر، ولا إني بشم أصلا، إلا واحد بس. مين ده؟ هقولك. ما هي أقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مقصات؟ بيتهمك فيها إن أنت سرقت عربيته التويوتا الميكروباص، لوحات معدنية ح م ت، سيارة رقم 345 مرور الزاوية. انا يا باشا لا حول ولا قوه الا بالله. انا رد على السؤال. ارد اقول ايه يا باشا؟ انا اساسا معيش رخصه سواقه وما بعرفش اسوق، هسرق عربيه ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وانت بتسوق عربيته يوم الاربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل، أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، اصل انا حضرتك طالب في كليه الزراعه، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي. والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا. الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 نعم. تعالى هنا. نعم فين امضي فين؟ هنا. ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوزه اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. عايزه كام يا حبيبتي؟ ها؟ انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع وماله؟ وماله يا حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي، بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سوكا يا ابني. تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ ابله هاجر ربنا يخلي لنا ابله هاجر، خلصت لك الجواب على نفقه الدوله، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك قيمه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجه انتصار، انا اعرف دكتور في الوزاره وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعه وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا وليه، بوصلي دماغي المتكلفه، كانت الداهيه وانت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى اقتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعى يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بوظت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا يلا. والله لولا قعده الحشيش ليها احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش يا ابن السيله، الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان أنا خايفة منه قوي يا نادر، ومحتاجة حد قوي يحميني. أنا حاسة إنك قوي وهتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. أنا تقريبا حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس معرفش حاجة عنها، يمكن بقالي سنتين أصلا ما شفتهاش. بصي يا ساره، انا عايزك تثقي فيا
انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايزه اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. متخافيش. امسك يا سكر، الورقه دي تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت والله افرح اني شفتك. ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا، وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروحي فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني؟ انا اللي يضايقني تبقى امه داعي عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب ليه ناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي، ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك اغاني انجليزي يا بطن البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغنوه منك. اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه الاقي الست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وصجاه. يا سلام. خير، عايزه ايه يا كوريا؟ اعوذ منك يا حسن، انا جايه هنا زبونه اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه ما اشبهش ولا ما اشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البت دي، اطرديها بره. والنبي اتبطنت يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده. شوف ملكان؟ العقل ردي اوام. الو، مساء النور. الحمد لله كويسه يا حضره الضابط. بتعملي حاجه بكره؟ بكره اشمعنى؟ اي حاجه يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز اعزمك بكره على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله. لا مش هينفع، اصل انا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع اسيبه لوحده. قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي. خليها لوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك 2 امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ يا ستي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل، يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال والله، وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي ما تتكسفيش. قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور باسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنتي قولي لي، هو هيبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض، واللي بيجي بيدفع، واهو من دقنه وفتله. بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليكي يا ام سوكه، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى ويايا. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي
ولا انسى اللي استنطر بيه. اوعى! انا قلبي قادر بقى اي حد انا علي زي الجبال. اوعى! اطرح يمين. الله! هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى ايه؟ ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبده؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاع الصبح. سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح يبني بيها عماره جديده. الله، وانت مش عرفك يا كوري؟ انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه. يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقف له لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي النصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادام ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص قربت احط ايدي في الشقي منك. قولي قدامي، قولي قدامي، يلا. يا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش اناونا واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نوال، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين نتضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ فلوسكم في الحفظ والصون. فلوسكم معايا ولا كأنها في البنك المركزي عدم المؤاخذة. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبصلي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي. وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفقيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسايبك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف، واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحة يا متر، هو ورا القضية كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده الظروف فاحنا قلنا نلجأ لمحامي تاني. أنا محترم ومقدر صراحتكم، بس دي قضية صعبة، أنا محتاج شوية وقت عشان أدرسها وأرد عليكم هقبلها ولا لأ. بس يعني كده حضرتك هتأخرنا؟ انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا 5 محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمة شوية. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتأخر شوية، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعة، وخصوصا انكم اتأخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمة هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبداجي تحت جناحه وباعونا هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا. بس رشقت على الضيق. دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا اوسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر يا نسر. ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني، ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال، عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيما؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا، هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني،
انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين. امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا في الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. سارة كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع ال2 مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هنيه. اهدى بس يا شيخ جاسم. واخي انت الثانيه. اهدى بس يا شيخ جاسم، اهدى حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب، مثل ما قلت لك تدفع لي فلوسي ال2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك. اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد. اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها هتوصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى اهدى وتعالى اقعد. تعالى اقعد. ما تفهمني ايش تبي تسوي يا علمني. تعالى اقعد وانا هعلمك. تعالى اقعد يا نجوان. اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعالى بس تعالى. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف. ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبوله منك يا شيخ جاسم. عارف، تجاره الافكار دي انجح تجاره على مستوى العالم. ليه؟ لانها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا اي حاجه خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء انا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن. قول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان، كاس تاني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية، يعني أكيد عشت بره مصر ومش واخدة على الأماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. أنا باجي كتير أنا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف، حلو قوي. بقول لك إيه، أنا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. أقوم أقعد على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا ازاي؟ لا مفيش حاجة خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده أنا لسه ما خلصتش الجملة. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ ما تحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات. انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياة امي جاي لك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم، انت عامله ايه؟ كويسة قوي كويسة. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث.
ولو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل. وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه تردي ردي. لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها. انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي يعني قلت لك؟ لا مش هضحك واضحك